ناس كتير بتسأل ازاي ابدأ على اليوتيوب، ازاي اعمل محتوى وكونتنت يبقى رائع ومحترف. ان شاء الله هشارك معاكم تجربتي الشخصية في اللي هي مش كتيرة يعني في موضوع اليوتيوب، وازاي انك انت تبدأ على اليوتيوب، ازاي انك انت تعمل محتوى كامل ويكون الى حد ما محترف ويبان ان هو حاجة احترافية. السلام عليكم، إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معكم محمد الهواري. كيف الاخبار؟ كيف الحال؟ إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ واخباركم احوالكم يعني كويسين؟ الحمد لله. خلينا نبدا الفيديو على طول. اول حاجه ادوات التصوير. ادوات التصوير ما تستناش الادوات لما يبقى معاك ادوات تصوير ممتازه عشان تبدا على اليوتيوب. لا، استعمل اللي انت معاك، استعمل اي حاجه معاك استعملها. لو انت معاك التليفون استعمل التليفون. دلوقتي هتقول لي عايز اضاءه، لو مش معاك اضاءه حاول انك انت اي لنضه. انا لما بدات على اليوتيوب بدات حطيت لنضه قدامي وكنت بصور بيها. عارفين الشماعه اللي هي الخشب دي. انا حرفيا يعني بتاع حطيت 4 لنض، علقت واحده من تحت واحده من فوق واثنين من الجنب وحطيت التليفون في النص. كنت عامل رينج لايت يعني طبيعيه، رينج لايت انا كنت صانعها يعني. فاي ادوات تصوير عندك حاول انك تستخدمها. التليفون بتاعك تقدر تطلع منه صوره حلوه، تقدر تطلع منه صوره حلوه، بس انت لو استخدمت دماغك شويه هتعرف تطلع منه صوره حلوه. ازاي؟ اول حاجه ما تستخدمش الكاميرا اللي هي بتاعه الهاتف نفسه. ليه؟ لان هي ما بتظبطش حته الاضاءه، وان الاضاءه بتعلى وتوطى زي ما حصل في احد الفيديوهات اللي عملتها. نسيت ان انا اثبت الصوره، تمام؟ فموضوع الايزو والبرايتنس اللي هو الشعاع يطلع ويجي والكلام من ده كان مبوظ الصوره خالص. اي تليفون عندك استخدمه، اي تليفون عندك استخدمه. لو في كاميرا الى حد ما صورتها حلوه استخدمه، مفيش مشاكل. وحاول انك تستخدم برنامج من بره عشان تظبط بيه الاضاءه وتثبتها زي ما هي، مش كل ما تتحرك مثلا هنا يمين هنا شمال تلاقي الصوره لعبت معاك. ده كان مقصدي من الموضوع كله. حكايه الاضاءه، حاول انك انت تعمل اضاءه. لو ما عرفتش تعمل اضاءه ممكن تستنى لحد ما ضوء الشمس يطلع وتصور. المهم مفيش اي حاجه توقفك انك انت تعمل فيديو. انا حرفيا حتى موضوع يعني ان انا اعلق في اول ما بدات خالص اعلق الكاميرا، ما كانش في مكان اصلا اعلق فيه الكاميرا. كنت بعلقها ورا الباب، بربطها حبل كده ورا الباب في الشماعه واصور الفيديو اللي عايز اصوره. فاول حاجه اهم حاجه ان انت تبدا. ما تستناش الادوات المناسبه ان هي تجيلك، لان هي مش هتيجي. لازم انت تبدا وتحاول واحده واحده. هتلاقي نفسك بتطور من المحتوى، وطريقه تقديمك مع المحتوى بتتطور، وطريقه راحتك مع الكاميرا بتتطور. تاني حاجه موضوع المونتاج. ما تستناش انك تجيب كمبيوتر ومش عارف ايه والكلام من ده. انت ممكن، انا معظم الفيديوهات اللي على اليوتيوب عندي عاملها من التليفون. قدرت اعمل صوره يعني لحد ما مونتاج كويس، تمام؟ مفيش غير اخر فيديوهين هما اللي دخلتهم على ادوب بريمير، كنت ساعتها لسه بتعلم مونتاج عليه وعدلت الصوره. الفرق انك بس تلوين الصوره. لما بتلون الصوره طبعا مش الصوره دي هي اللي انتوا شايفينها دلوقتي هي اللي بتبقى الكاميرا مصوراها، لا، في بيبقى شويه تعديلات على برنامج ادوب بريمير وتعديل الالوان والكلام من ده، تمام؟ بيساعد كتير. في الاخر انت كده بتعمل محتوى يوتيوبي يعني عادي. اعمل اللي انت عايز تعمله، يعني خلي الموضوع بسيط. انت بتعمل محتوى على اليوتيوب. انت بتعمل محتوى على اليوتيوب، ما بتعملش محتوى يعني هيطلع على التلفزيون. في برامج مونتاج كتيره هتلاقيها موجوده على الاب ستور، او هتلاقيها على جوجل بلاي. هتلاقي برامج مونتاج ممتازه جدا. ابدا منها واحده واحده، تلاقي نفسك انت بتتطور في المونتاج. اصعب حاجه انا بالنسبه لي اصلا اصعب حاجه موضوع المونتاج، بيخلي الواحد آه آه فابدا باي حاجه عندك وتوكل على الله. يعني انا قعدت ابحث على اقل كاميرا اجيبها. انا بالنسبه لي دلوقتي لقيت اقل كاميرا ممكن اجيبها هتكلفني 15000 جنيه عشان بس اجيب كاميرا ممتازه اقدر اصور بيها الفيديوهات بتاعتي. مكلفه جدا، مكلفه. والى الان انا بصور بنفس التليفون اللي صورت بيه اول فيديو خالص من 3-4 سنين. هو نفس التليفون، بس هو بيفرق بقى طبعا. شوف مثلا في فيديوهات فيها بتبقى في فيديوهات وحشه وفي فيديوهات حلوه، على حسب طريقه تصويرك للفيديو واستخدامك للامكانيات اللي معاك. انت ممكن تطلع حرفيا بادوات بسيطه جدا عمل احترافي جدا. اقل لعبه عشان تشتريه مثلا، او كمبيوتر عشان تجمع تجميع حلوه، لو استعمال حتى تبقى عايز اقل حاجه 10000 جنيه عشان تجيب حاجه زي كده. فالموضوع هيخش له مثلا في 25000 جنيه عشان تعمل محتوى هيبقى برضو الى حد ما احترافي والى حد ما كويس، مش الاحترافي الواو يعني. ما تستناش الادوات دي خالص، وحاول انك تبدا من دلوقتي. رابع حاجه الفكره. طب انا دلوقتي معايا ادوات وظبطت الدنيا، طب هتكلم عن ايه الفكره؟ اتكلم عنها. مش لاقي موضوع. جرب. ما دام انت لسه بادئ، جرب كل اللي تقدر تجربه. جرب المحتويات، جرب الطرق. ما دام فكره فيها افاده للناس وفيها بعض المتعه، تمام، انشرها. بس ما تكونش فكره شاطحه شويه. يعني انا في سكريبت جهزته. انا الاختلاف بين البلد اللي انا كنت ساكن فيها في الدراسه ومطروح، لقيت الافكار شاطحه شويه. مش دلوقتي، قلت مش دلوقتي، خليها قدام شويه. فانت مجرد ما انت
حاطط في دماغك انك انت لازم تجمع افكار، وانت ماشي مع اصحابك هتجيلك فكره، وانت ماشي في الطريق هتجيلك فكره، وانت في اي مكان هتبدا بقى الافكار ان هي تجيلك. بس اهم حاجه تكون برضو بتستهلك محتوى، وانت بتستهلك المحتوى اللي حواليك، اي محتوى حواليك انت بتستهلكه هتجيلك منه افكار. فاول ما اي فكره تجيلك دونها لانك انت هتنساها حرفيا. معاك جوجل نوتس، دون الفكره دي. معاك نوتة، اكتب الفكره دي حرفيا تنساها، وانت هتحتاج في لحظه ان انت في فقر افكار، انت عايز افكار عشان تعمل محتوى. فدون اي فكره تجيلك، دونها عشان هتنساها وتقول يا ريتني كنت دونت الافكار دي. نيجي بقى اهم حاجه واكتر حاجه تلاقي الناس بتبحث عنها، وانا الموضوع ده اهتميت بيه شخصيا وقلت انا اعمل ازاي الموضوع ده، وضايقني في بعض الاوقات، اللي هو موضوع السكريبت. انا دلوقتي عندي الفكره وعندي كل حاجه، اعمل سكريبت ازاي للفيديوهات بتاعتي؟ اعمل سكريبت ازاي؟ في اللي يقول لك والله اكتب السكريبت كله. انا لما بدات على القناه ما عملتش الطريقه دي، يعني انا كنت عادي بكتب بس البوليت بوينتس اللي هو النقاط الاساسيه، وبعمل بحث قبليها واطلع اتكلم على طول على القناه. دلوقتي هتقول لي طب انا اعمل ايه؟ انهي طريقه؟ طب انا اكتب السكريبت كله ولا اكتب بس النقاط المهمه في الفيديوهات؟ الفيديو اللي انا عملته بتاع اعمل ايه في ثالثه ثانوي، لو انت ما اتفرجتش عليه روح اتفرج عليه دلوقتي، تمام؟ وما تنساش انك تدعمنا باللايك. انا ساعتها قبل ما اصور الفيديو ده حصلت قبليها قصه طويله جدا في اسبوعين عشان الفيديو ده يتصور. اول حاجه قلت اجرب، بحثت طبعا في موضوع السكريبت، قلت لازم اعمل محتوى بروفيشنال. بحثت ازاي اعمل سكريبت، في اللي يقول لك اكتب سكريبت كله عشان بعد كده حتى لو اتعاقدت، هو حلو في الحته دي ان انت لو اتعاقدت مع شركه او كلام من ده انك تعملهم فيديو معين، فيبقى هم ماضيين على سكريبت معين مش هيخرج منه المحتوى. فانا جيت وكتبت السكريبت كله، وجيت الصبح كده وجهزت المحتوى بتاعي وكتبت كل حاجه هقولها. جاي اصور مش عارف اصور، مش عارف اتكلم قدام الكاميرا. طب ابص على الكراسه وبعدين اتكلم، اول ما ابص على الكراسه واجي اتكلم مش عارف اتكلم. وفي نفس الوقت انت بتدي اداء، انت مش مجرد انك انت بتتكلم قدام الكاميرا وبس، انت بتأدي قدام الكاميرا، في اداء قدام الكاميرا. فازاي هتجمع بين الاثنين غير لو كان عندك ذاكره حفظ عاليه جدا او ذاكره تصويريه عاليه، انك تشوف الورقه وبعد كده تقولها قدام الكاميرا. احبطت جدا وقلت خلاص انا حتى اليوتيوب الحاجه اللي بحبها مش هكمل فيها، وخلاص واتعصبت وقطعت الورقه وكعبشتها ورميتها وقلت خلاص انا مش هكمل تاني. لما هديت بعديها افتكرت حاجه كنت سامعها زمان، انه من كتب كل شيء نسى كل شيء. حتى تلاقي الناس اللي هي زمان اللي كانت بتقول اشعار، تلاقي زمان يعني زمان خالص تلاقي سمع الشعر، والشعر في اشعار بتبقى طويله في 200 بيت فاكر الشعر وفاكر كل حاجه. ليه؟ لان هو عارف انه دماغه مش هتعتمد على حاجه تاني، عارف انه بس هيعتمد على دماغه هو بس. فكان عندهم قوه ذاكره وحفظ عاليه جدا. حتى تلاقي الاعمى اكتر واحد بيعتمد على دماغه، مش معتمد على اي حاجه تاني، هو اكتر واحد ذاكرته اقوى منك انت. طريف جدا في الموضوع ان انا كنت بكلم واحد صاحبي وهو كان بيقول لي انا يعني عنده مشكله انه بقى ينسى كل حاجه. فكان بيقول ان هو كان بيكتب كل حاجه، هو رايح يجيب مشوار يروح كاتب الطلبات هيجيب كذا وكذا وكذا وكذا، وهو رايح مثلا مشوار مثلا حاجات مهمه يروح كاتبها ومدونها. فده ادى ان هو ينسى. ليه؟ دماغه معتمده على حاجه هياخد منها المعلومات. المشكله ان انا الطريف ان انا نصحته قلت له لا ما ينفعش، لما كتب كل شيء نسى كل شيء، فما ينفعش. دي قاعده، انت لو كتبت كل حاجه انت هتنسى كل حاجه حرفيا، دماغك هتعتمد على حاجه. انا استغربت ازاي نسيت المعلومه، ما عرفتش ان المعلومه دي هي تتوظف في المكان ده. سبحان الله، يعني الانسان بالطبع بينسى يعني. فانا من رايي الشخصي ان انت ما تكتبش كل حاجه، اكتب بس النقاط الاساسيه، وفي نفس الوقت حاول انك انت تنظم الافكار قبل ما تبدا. حاول انك انت تقول ماشي انا هتكلم عن كذا وعن كذا وعن كذا، ونظم انا هتكلم عن ايه والكلام ده، وبعدين تخش ارتجل، امبروفايز. مع الوقت المهاره دي هتتحسن عندك، وتلاقي نفسك حتى التقطيع في الفيديو مش كتير. انا عارف ان دلوقتي هتلاقي في تقطيعات في الفيديو كتير وهتلاقي في كلام كتير، بس انا بحاول انمي المهاره دي، انك تنمي مهاره ان ذهنك يبقى حاضر وانك تعرف تتكلم وترتجل. احسن بالنسبه لي انك انت تنسى معلومه. يا عم مش مهم انسى معلومه، مش مهم المتابع يعرف المعلومات كلها، ممكن يروح يبحث، ممكن كذا، بس على مدار الوقت انك انت تطور المهاره دي بالنسبه لي افضل بكتير. حتى يعني انا لما الموضوع ده دخل في دماغي وازاي بقى، وازاي الناس اللي بتلقي وبتتكلم ومش عارف ايه، حتى خطبه الجمعه كنت بحضرها وانا مركز بس مع الخطيب ازاي بيلقي، مفيش ما شاء الله مفيش اللي هو بيتلقلق، بيتكلم وبيجيب المعلومه اللي بعديها واللي بعديها وهاليك تواليك، وما شاء الله يعني يا الله وقدام بشر. يعني انا بالنسبه لي قدام الكاميرا عادي، انا بيني وبين نفسي، مش زي واحد بيتكلم قدام جمهور. انا عارف انا عارف ان في ناس من طبعها تتكلم، ممكن تجهز لك الاحداث وترتبها لك، وما شاء الله يعني ما شاء الله عندهم ذهن متقد. تلاقيه تقعد تتكلم معاه يرتب لك الاحداث ويقعد يتكلم معاك، ممكن ما يوقفش كلام، يفضل يتكلم ما شاء الله. هل دي مهاره هو يعني فطر عليه، هو اتولد وهو عنده المهاره دي؟ هل انت ما تعرفش انك تكتسب حاجه زي كده؟
تعرف انك تكتسب. الغريب في الموضوع انك تعرف تكتسب اي مهاره، بس مش زي الشخص اللي عنده. انت محتاج مجهود اكتر انك تبذله علشان توصل للمهاره دي، بس تقدر 100% تقدر. مثلا واحد ممكن يكون بنيته العضليه البنيه بتاعته قويه جدا، تمام، يروح الشهر جيم ممكن تلاقي عنده ظهر 6 باكس والكلام ده. انت ممكن تحتاج سنتين ولا سنه ولا كذا عشان تبدا تظهر عندك ال6 باكس وتبدا تكون بنيه عضليه، بس قدرت في الاخر تقدر تكتسب الحاجه زي الذاكره زي العضله تماما. بالتدريب، انك تتدرب واحده واحده، واعتمد على ذهنك وما تكتبش كل حاجه. نصيحتي ليك ما تكتبش كل حاجه عشان تعتمد على ذهنك. امل ان كنتوا تكونوا يعني استفدتوا من الفيديو ده قدر الاستفاده. وهنا تكون نهايه الفيديو. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ويعني ادوا لايك الفيديو يا جماعه. حرفيا الموضوع ده بيخلي خوارزميات اليوتيوب انها ترفع الفيديو ويبقى ليه الاولويه انه يظهر للناس. وما تنسوش انكم كنتوا تدعمونا في اللايكات، واكتبوا اي كلام دعم تحت، هيفرق معانا جامد. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.